يا صباح أو مساء الروقان على قلوبكم، عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. أنا النهاردة قلت أصور لكم روتين كده بسيط وخفيف وأنا بفضفض معاكم. يمكن تلاقوا الوقت عدى سهل وتلاقوا نفسكم بتتحركوا معايا غصب عنكم. بصوا بقى، أول حاجة عملتها الصبح إن حضرت الفطار وفطرت أنا وابني. والله يا أختي قلت أصحى بدري شوية وأعمل لي فطار كده أفطر بيه نفسي بهدوء قبل ما العيال تصحى، يوم كده استثنائي أفطر بيه من غير دوشة ولا صويت. بس طبعا ما لحقتش اقول بسم الله، لقيت ورايا صويت ماما عاوز اكل. قلت الحمد لله رجعنا للواقع. المهم الحمد لله فطرنا، وبعد ما فطرنا غسلت المواعين وقلت ادخل كده على اوضه الاولاد امسحها واروقها واغير الملايات، ورشيت لي معطر في الاخر خلى ريحه الاوضه كده جميله وحلوه. واللي هيقول لي انت ليه مش فارده سجاد، انت ما عندكيش سجاد ولا ايه؟ هقول له لا والله الحمد لله انا عندي سجاد، لكن انا بعلم ابني دلوقتي يقعد على البوتي. اسالكم الدعاء عشان الموضوع دوت حسسني قد ايه ان الامهات دي بتتعب قوي. المهم عاوزه افضفض معاكم كده في موقف حصل معايا، رغم ان هو عدى عليه سنين كتير، لكن كل ما افتكره بحس ان المشاعر جوايا متلخبطه. مشاعر زعل ومشاعر لا مبالاه، اللي هو خلاص اللي حصل حصل هنعمل ايه يعني. بص بقى، يوم فرحي كان في محافظة تانية غير اللي أنا كنت عايشة فيها أنا وأهلي، لأن جوزي وأهله من محافظة تانية. فالمهم كنت مشغولة جدا وما قدرتش إن أنا أستلم الفستان بنفسي، فستان فرحي، ولا قدرت أخلي إخواتي يروحوا يستلموا الفستان بدالي، لأنهم كانوا سافروا المحافظة دي قبل الفرح بأسبوع عشان يظبطوا الشقة. فطلبت من حد من قرايبنا إن هي تروح تستلم الفستان بدالي، لأني ما كنتش عارفة استلمه خالص. فالمهم هي جزاها الله خير راحت استلمت الفستان، وللعلم هي من محافظة والفستان كان في محافظة تانية، يعني الصراحة تعبت جدا عشان تروح تجيبه. المهم طبعا بسبب انشغالي معرفتش اروح تاني يوم اشيك على الفستان بتاعي عند قريبتي، فخليته عندها لحد يوم السفر اللي هنسافر فيه. المهم جه يوم السفر واتقابلنا انا وقريبتي لان احنا كنا مسافرين مع بعض، وطبعا الفستان كان متكيس فما فتحتوش وما شفتوش، خدته منها وحطيته في الشنطة وطلعنا العربية. وانا بقى قلبي طاير من الفرحة، قلت خلاص ده يوم الكبير، اليوم اللي بتستناه كل بنت، كل حاجة متظبطة. المهم وصلت ورحت البيت اللي هنريح فيه. طبعا دخلت نمت لاني كنت تعبانة جدا. وعلى فكرة نسيت اقول لكم ان اليوم اللي سافرت فيه هو كان يوم فرحي، يعني انا سافرت بالليل على الساعة 11 او 12 تقريبا، تاني يوم على طول الصبح كنت وصلت، وده كان يوم فرحي، ودي من الغلطات اللي عملتها في يوم فرحي وما انصحش بيها ابدا اي بنت. المهم دخلت نمت، واللي بيهيص واللي بيظبط حاله، وانا لحد الان ما فتحتش الشنطه وما شفتش الفستان. هتقولولي ازاي جالك قلب؟ اقول لكم والله انا كنت في عالم تاني، انا كنت مرهقه وكانت دماغي فيها مليون حاجه، وتحس ان انا فرحانه على متوتره على خايفه، وبرضه الصراحه كنت يعني فاكره ان قريبتي دي شيكت على الفستان قبل ما تاخده. المهم صحيت ورحت الكوافير وعملت شعري وبدأت الميك اب، وكان الحمد لله